هانتوما نوريكم المسمنه كيفاش كتجي. هانتوما هذه هي الاولى. هانتوما شوفوا المسمن كيفاش كيجي زوين ومفشفش، حرجتني سخونه. المهم راه كتجي رائعه. هانتوما شوفوا المسمن كيفاش كيجي زوين ومورق. اذا بالنسبه للعجين غادي نحتاجو 2 زلايف ديال دقيق الفرص وزلافه ديال الفينو. هاد الزلافه هي اللي عبرت بها دقيق الفرص. وغادي ندير تقريبا واحد الرشيشه هكا ديال الخميره، تقريبا واحد نصف ملعقه ديال الخميره ديال الخبز، خميره معجونه، ورشه ديال الملح حسب الرغبه ديالكم. واحد الملعقه ديال السكر، ممكن تعوضوها بالعسل، واللي ما كيبغيش السكر ما يديروش، هي فقط كيحمر لينا المسمن وكيعطي واحد اللون ذهبي زوين. صافي هنا انا غادي نعجنو في العجانه. كنضيف الماء عادي من الصنبور. نتوما تقدروا تعجنوه في العجانه كما يمكن لكم تعجنوه غير هكا في الكسريه. غير نتوما دلكوا العجين مزيان. صافي انا غادي نخليه بحال هكا حتى يتعجن مزيان ويتسدلك تقريبا واحد 10 دقائق. صافي هنا من بعد ما تسدلك ليا العجين مزيان، دلكوا العجينه مزيان، سواء عجنتوها بيديكم اولا في العجانه. عطيوها الوقت وخليوها تسدلك. المسمن كيبغي يتسدلك مزيان باش كيجينا زوين. صافي غادي نريح العجينه. غادي ناخذ واحد الانيه تندهنها بقليل من الزيت، وغادي نغطي العجين بالبلاستيك الغذائي ونخليه يرتاح واحد 10 دقائق. صافي دابا من بعد ما ارتاح لينا العجين شويه، هانتوما غير واحد 5 دقائق. هانتوما شوفوا العجين كيفاش كيولي مطاطي بحال هكا خصو يكون. الا كان مدلوك راه غادي يجيكم بحال هكا. صافي هنا كنوضع العجين فوق سطح العمل وتنقسمو هكا على 4 باش كنشكل منه 4 ديال الكرات. كناخذ واحد طبسيل ولا واحد الانيه كندهنها هكا بالزيت وكنست فيها دوك الكرات. وبالنسبه للحجم ديال الكرات راه كيجي كبير. انا تعمدت هكا ندير كرات كبار. غادي نوريكم الطريقه كيفاش. هاد الطريقه راه كتجي ساهله وعمليه وكيوجد فيها الملوي في دقائق معدوده. غادي نخليوه غير يرتاح واحد 5 دقائق باش ما يعذبناش العجين من نكونوا كنطلقوه. ونرجع معكم. اذا هنا من بعد ما ارتاح ليا العجين كما كتشاهدوا غادي ندوز باش نورقو. غادي نحتاج الزيت النباتيه، 2 معالق من الزبده. انا استعملت هنا الزبده ديال البواطه، كما يمكن لكم تعوضوها بالزبده الحيوانيه. وضعت هنا 2 معالق من دقيق الفينو، وغادي نضيف ليهم ملعقه كبيره من نشا الذره او مايفين او مايزينا. هاد نشا ديال الذره كتعطي واحد القرمشه لهاد الملوي، وكذلك كيجينا الملوي مورق وزوين بزاف. وهذا سر اللي انا كنشاركو معكم، الحقيقه كيجي به الملوي زوين بزاف. صافي خديت اول كره كندهن سطح العمل هي بالزيت النباتيه، وكنبدا كنطلق في الكره ديالي وكنبسط العجين كما كتشاهدوا. وكما كتشاهدوا في الصوره العجين راه كيطاوعنا في الخدمه وكيجي زوين وسهل في الطراق، لانه العجينه مدلوكه مزيان. صافي من بعد ما طلقت العجين غادي ندوز باش كندهنو بالزبده والقليل، وكنرشو هكا بالقليل من الزيت النباتيه. وتناخذ داك الخليط ديال الفينو مع نشا الذره وكنبدا كنرش هكا فوق العجين. جربوا هاد الطريقه، ضيفوا ملعقه ديال نشا الدقيق الفينو وغتشوفوا النتيجه كيفاش غتحصلوا عليها. كيجي زوين الملوي. صافي وكنبدا كنلف العجين كما موضح في الصوره حتى الاخر.
صافي وكنوضعوه جانبا وندوزو باش نطلقوا الكره الثانيه. نطلقوها بنفس الطريقه، كندهنوا سطح العمل بالزيت وكنطلقوها. صافي من بعد ما طلقتها مزيان كنسرحوا العجين مزيان، ومن الاحسن انكم تخدموها هكا في شي مكان يكون كبير، يعني فوق شي طاوله عمل تكون كبيره، لان حجم الكرات كيجي كبير بزاف. وهاد الطريقه هي اللي كتسهل علينا العمل وكيوجد لينا الملوي بطريقه سريعه جدا. صافي غادي نعاود نفس الطريقه، كندهن بالزبده وكنرش بشويه ديال الزيت النباتيه، وكذلك كنرش بدقيق الفينو اللي مخلطاه مع النشا. وكناخد داك الحربو اللي صوبت الاول وكنوضعوه في وسط العجين الثاني كما كتشاهدوا في الصوره، وكنبدا كنلف عليه. طريقه سهله وسريعه جدا. صافي كنقسم الحربول على من نصف، وكل جزء كنقسمو على 3. بالنسبه لهاد الحجم ديال هاد الملويات راه كيجي كبير، يعني راه 6 الملويات كيجيو بحجم كبير كما غتشوفوا منين غادي هكا نقرصهم باش نطيبهم، غتشوفوا الحجم ديالهم قداش كيجي، يعني راه ملوي من الملاوي الكبار. تقدروا تخرجوا نتوما حتى ل8 او اكثر. الا بغيتوا الملوي الصغير راه ممكن تخرجوا حتى ل10 الحبات ولا 12 فقط في حربول واحد. هي طريقه سهله وعمليه جدا جدا، كنصحكم انكم تجربوها. وانتم كما كتشاهدوا راه كيوجد في وقت قياسي. صافي انا طلقت حتى 2 كرات المتبقيين، وكما كتشاهدوا خرج هاد الكميه ديال الدقيق اللي درت، خرجت لي 12 حبه ديال الملوي. صافي كنطلقوا هكا شويه باليدين ديالي كنبسطو، ودائما الملوي ملي كنبسطو هكا باليدين ديالنا ما كنضغطوش بزاف على الوسط، كنضغطو بزاف على الجوانب. صافي كنوضعو في مقلاة اللي كنكون حطيتها فوق البوطه كتسخن وعلى نار متوسطه، وكرش شويه ديال الزيت وكنوضع الملويه ديالي كما كتشاهدوا، كنبقى كنقلب فيها من كلتا الجهتين حتى تتحمر ليا وتتاخذ داك اللون الذهبي. ودائما بالاستعانه هكا بشويه ديال الزيت، كنرش غير هكا رشيشات خفاف ديال الزيت باش كيتحمر لينا المسمن اولا الملوي. هانتوما كتشوفوا المسمنه ديالنا راه كتحمر، كتجي طريه ومقرمشه في نفس الوقت. صافي هانتوما المسمنه ديالنا غندوز نحطها ونحط الفرا ونرشوها شويه هكا من الفوق. هانتوما شوفوا المسمنه كيفاش كيجي، تشد راسها واحد شويه ونقلبوها. دائما رشوا المقلب واحد شويه ديال الزيت.
هانتوما نوريكم المسمنه كيفاش كتجي. هانتوما هذه هي الاولى. هانتوما شوفوا المسمن كيفاش كيجي زوين ومفشفش، حرجتني سخونه. المهم راه كتجي رائعه. هانتوما شوفوا المسمن كيفاش كيجي زوين ومورق. كنتمنى فعلا انكم تجربوه. وهذا هو الشكل النهائي ديال المسمن ديالنا. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي مقرمش، كيجي زوين ومفشفش. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي مفروق وزوين بزاف، كيجي رائع جدا. كنتمنى فعلا انكم تجربوه. هانتوما كيفاش داير من الداخل ديالو. كنتمنى فعلا انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم، وانا متاكده انكم الا جربتوه غيعجبكم بزاف بزاف. شكرا لكم على حسن المتابعه، وما تنسونيش من لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه فمرحبا بكم دائما بالاشتراك وتفعيل الجرس. شكرا لكم والى فيديو قادم ان شاء الله. وبالنسبه للطريقه ديالي باش كنحتفظ على هذا الملاوي وكيبقاو لي مده طويله سواء في الثلاجه ولا نوضعهم في المجمد، كنغلفهم بعد ما كيبرد ليا المسمن تماما. كنغلفوه هكا بالورق بالبلاستيك الغذائي وتنحتفظ به سواء في الثلاجه كيبقى مده 3 ايام ولا في المجمد ممكن يبقى حتى 15 يوم. كنجبدوه كيكون باقي طري وكيجي زوين، هي كنسخنوه كناكلوه مباشره. كنتمنى فعلا انه الفكره تنال الاعجاب ديالكم وتجربوه.